السلام عليكم. تخيل إن شقتك بقت مزاد، مش لأنك وحش ولا لأنك تفكر، لأنه في ناس بتدفع بالدولار وإنت بتقبض بالجنيه. النتيجة يقولك مالك، في واحد جاهز لضعف السمع، فتلاقي زيادة 50% أو 100% في لحظة وإنت مش قادر تلحق. طيب الحل اللي اتكلمنا عنه، الدولة، إن تحط سقف للزيادة مش بالمزاج، مايك مطابق للتضخم زي اللي بيحصل في تركيا. في يناير 2026 الحد الأقصى الكلي للإيجار كان حوالي 34.88%، يعني المالك ما ينفعش يطلب أكتر من كده قانونيا. أنت كمستأجر تقدر تختار. هنا في شرط خطير جدا يجب تحديدها حسب صح، من غير استبعاد التذاكر والوقود، ومن غير لعب في الوزن، لأنها تشمل الميزان اللي عليه الإيجار والمرتبات وكل حاجة. وخلينا صريحين، لو زودت المرتبات والسوق ابتدأ وزيادة هترجع وحدها النقطة. الحل الحقيقي يجب أن يشمل كمان زيادة العروض، واضح وبعقود وإيصالات. السؤال ليك، إيجارك في آخر سنة كام؟ 30%؟ 60%؟ ولا أكتر؟